في يوم من الأيام جه راجل لسيدنا سليمان وطلب منه، قال له أنا عايز أعرف لغة الحيوانات. سيدنا سليمان قال له بلاش. الراجل قعد يصر إن هو عايز يعرف، ويصر بشدة إن هو عايز يعرف لغة الحيوانات. سيدنا سليمان قال له مش هتستحمل. قال له لا. قال له بس خليني أنا بس أعرف لغة الحيوانات وأنا هتحمل كل شيء. قال له طب عايز تعرف لغة أنهي حيوانات؟ قال له أنا عايز أعرف لغة القطط. قال له اشمعنى القطط؟ قال له علشان هما كتير قوي في بيتي وأنا عايز أعرف بيقولوا إيه. فسيدنا سليمان عمل له اللي هو عايزه. ففي يوم سمع القطتين بيتكلموا مع بعض، فقعد يشوف بيقولوا ايه. سمع القطه بتقول لصاحبتها انا جعانه وهموت من الجوع. راحت ردت عليها القطه التانية وقالت لها ايه، ما تقلقيش، انا سمعت ان في ديك هنا هيموت قريب، فلما يموت هناكل من لحمه. فسمع الراجل الكلام واتضايق، قال لا، وانا هسيب لهم الديك ياكلوه؟ انا قبل ما الديك يموت هروح ابيعه في السوق. وفعلا راح السوق وباع الديك. فتاني يوم سمع القطتين بيتكلموا برضو مع بعض، وبتقول لها هو فين الديك؟ هو الديك مات، انا كنت جعانه وعايزه اكل. قالت لها لا، انا سمعت ان صاحبه باعه في السوق، بس ما تقلقيش، انا سمعت ان الخروف اللي موجود هنا في البيت مريض وهيموت قريب، فاصبري. فسمعهم طبعا الراجل ان هم عايزين مستنيين الخروف يموت عشان ياكلوه. قال لا، ايه ده، هو الخروف مريض؟ ده انا كمان هاخده ابيعه في السوق وما اسيبلهمش الخروف ياكلوه واكسب منه. ففعلا خد الخروف تاني يوم الصبح وراح السوق وباع الخروف. فتاني يوم القطه بتسال القطه صاحبتها، بتقول لها ايه الاخبار، هو الخروف مات؟ قالت لها لا، ده صاحب البيت خده وباعه برضه في السوق، بس ما تقلقيش، انا سمعت نبي الله سليمان بيقول ان صاحب البيت ده هيموت قريب، وطبعا هيعملوا له ميتم وهيعملوا اكل في الميتم، فهناكل ان شاء الله لما يموت. فاصبري قليل. طبعا الراجل سمع القطط بتتكلم الكلام ده، اتخض وراح بسرعه لسيدنا سليمان يساله على الكلام دوت. وهو بيبكي وبيتوسل لسيدنا سليمان وبيقول له الكلام ده صح ولا لأ؟ هل انا فعلا هموت قريب؟ فرد عليه سيدنا سليمان وقال له ربنا فداك بالديك بس انت بعته، وبرضه ربنا فداك بالخروف بس انت بعته، فاستعد. فبكى الرجل بكاء شديد. طبعا الراجل حزن حزن شديد وندم ان هو طلب من سيدنا سليمان ان يعرف ما في الغيب. طبعا القصة دي بتعلمنا ايه؟ بتعلمنا ان مش كل حاجة في الحياة لازم نعرفها، ولو في حاجات مستخبية علينا او في حاجات بتتقال من ورانا مش لازم نعرفها، مش لازم نطلب ان احنا نعرف كل حاجة. ساعات بيبقى اخفاء الحاجة دي خير. ربنا سبحانه وتعالى بيخفي امور كتير عننا وبيخفي مصايب كتير عننا، وفي حاجات كتير ما بنعرفهاش وبتبقى خير لينا. ولو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع.